كريسبي. عزيزي المستمع، يا مساء القرمشة اللي ما بتخلصش، أو يا صباح الخير لو لسه بتفكر هتتغدى إيه النهاردة. في يا صاحبي حكايات نجاح كده لما بتسمعها بتديلك أمل في الدنيا كلها. حكايات عن ناس بدأوا من تحت الصفر وفشلوا مرة واتنين و10، بس مصممين يوصلوا لحلمهم. حكايتنا النهاردة واحدة من الحكايات دي. تخيل معايا راجل عدى 65 سنة، يعني على المعاش ومفلس تقريبا. كل اللي حيلته عربية كحيانة وشوية بهارات ووصفة فراخ مقلية محدش يعرف سرها غيره. تفتكر راجل زي ده ممكن يعمل ايه في حياته؟ الأغلب هيستسلم ويقضي بقية عمره على جنب. بس بطل قصتنا النهاردة لأ، الراجل ده خد عربيته الكحيانة دي وبدأ يلف على مطاعم أمريكا كلها يعرض عليهم خلطته السحرية. النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت هنفتح ملف واحد من أشهر براندات الأكل في العالم كله، دجاج كنتاكي. بس إحنا مش هنتكلم عن الأكل وبس، إحنا هنتكلم عن الراجل اللي ورا الأكلة دي، الراجل العجوز اللي بدلته البيضة ودقنه البيضة ونضارته السودة، الكولونيل ساندرز. هنشوف إزاي قدر يحول فشله المتكرر في كل حاجة تقريباً لنجاح أسطوري وهو عنده 65 سنة، وإيه سر الخلطة بتاعته اللي فيها 11 نوع من الأعشاب والبهارات واللي لسه سر حربي لغاية دلوقتي. استعد لقصة نجاح طعمها سبايسي وهتخليك تعرف إنه عمر ما فات الأوان عشان تحقق حلمك. قبل ما الكولونيل ساندرز يبقى كولونيل مشهور ولابس بدلة بيضة، كان مجرد راجل اسمه هارلاند ساندرز. اتولد سنة 1890 في ولاية إنديانا بأمريكا. حياته من صغره كانت مليانة مطبات يا صاحبي. أبوه مات وهو لسه عنده 6 سنين، فاضطر وهو لسه عيل صغير إنه يساعد أمه في تربية إخواته الصغيرين ويتعلم الطبخ. بيقولوا إن من وهو عنده 7 سنين بقى طباخ ماهر. ساندرز ده ما جربش شغلانة إلا وفشل فيها أو سابها. اشتغل في مزرعة، وبعدين مساعد سواق في القطر، وبعدين عسكري في الجيش الأمريكي، وخدم في كوبا، وبعدين حداد، وبعدين درس قانون بالمراسلة، واشتغل محامي شوية بس خسر وظيفته عشان اتخانق مع موكلة في قاعة المحكمة. وبعدين اشتغل بياع تأمين وقائد عبارة نهرية وبياع إطارات عربيات. مفيش شغلانة عدلة كملت معاه. كان راجل فاشل بمعايير ناس كتيرة. في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات الدنيا بدأت تضحك له شوية. فتح محطة بنزين على طريق سريع في ولاية كنتاكي، وبما إنه طباخ شاطر فكر إنه يقدم وجبات للناس المسافرين اللي بيعدوا عليه. عمل مطبخ صغير في أوضة ورا محطة البنزين، وبدأ يبيع أكل بسيط زي الفراخ المقلية والبطاطس والخضار. ويا سبحان الله، الفراخ المقلية بتاعته دي يا عزيزي ضربت. الناس حبتها حب، كانت مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه، والخلطة بتاعتها ليها طعم مميز محدش داقه قبل كده. سمعة فراخ ساندرز بدأت تنتشر، والناس بقت بتجيله مخصوص عشان تاكل من عنده. الموضوع كبر معاه، ففتح مطعم وأوتيل صغير جنب محطة البنزين، وبقى من أشهر المطاعم في كنتاكي كلها. ومع الشهرة الواسعة دي يا عزيزي، حاكم الولاية سنة 1935 منحه لقب كولونيل كنتاكي الشرفي ده تقديراً لأكله الحلو. الجميل بقى عزيزي المستمع إنه ما كانش بس طباخ شاطر، ده كمان كان مبتكر عشان يسرع عملية تحمير الفراخ ويحافظ عليها طرية من جوه. كان من أوائل الناس اللي استخدموا حلة الضغط البريستو عشان يحمر فيها الفراخ بدل القلي العادي في الطاسة. الحركة دي كانت ثورة في عالم الفراخ المقلية وقتها. في الفترة دي وبعد تجارب كتيرة، ساندرز وصل للخلطة السحرية بتاعته، الخلطة اللي لسه لغاية دلوقتي سر حربي ومحدش يعرف مكوناتها بالظبط. 11 نوع من الأعشاب والبهارات. بيقولوا إنها مكتوبة بخط إيده ومحفوظة في خزنة متحصنة في مقر الشركة الرئيسي، ومحدش في الدنيا كلها يعرفها كاملة غير كام واحد يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة. كل حاجة عزيزي المستمع كانت ماشية زي الفل، وساندرز
كان على وشك يبقى مليونير لغاية ما حصلت المصيبة. في نص الخمسينات الحكومة الأمريكية عملت طريق سريع جديد غير مسار الطريق اللي كان قدام مطعم ساندرز. فجأة ما بقاش في عربيات بتعدي من قدامه، والزباين اختفت، والمطعم والموتيل فلسوا تماما. تخيل الصدمة يا عزيزي. ساندرز بعد كل النجاح ده لقى نفسه وهو عنده 65 سنة مفلس تماما، وكل اللي حيلته من الدنيا هو أول شيك معاش من الحكومة قيمته حوالي $105، وعربيته الكحيانة والخلطة السرية بتاعته. أي حد تاني في سنه وفي ظروفه دي كان زمانه استسلم وقال خلاص كده راحت عليا. بس الكولونيل ساندرز لأ. الكولونيل ساندرز خد قرار مجنون، لو الزباين ما بقتش بتجيلي يبقى أنا اللي هروح لهم. حط حلة الضغط بتاعته وشوية من خلطته السرية في شنطة عربيته، وبدأ يلف على مطاعم أمريكا كلها، ولاية ورا ولاية ومدينة ورا مدينة. كان بيعمل إيه بقى؟ كان بيدخل على صاحب أي مطعم ويقول له أنا عندي وصفة فراخ مقلية لو جربتها زباينك هيزيدوا وهتكسب دهب، خليني أطبخ لعمالك ولو عجبتهم الفراخ نعمل اتفاق. يا خبر أبيض على العناد والإصرار. تخيل راجل عجوز لابس بدلته البيضة الأنيقة نايم في عربيته بالليل عشان يوفر تمن الفندق، وبيصحى الصبح يلف على المطاعم عشان يقنعهم بوصفته. بيقولوا إنه اترفض أكتر من 1000 مرة. أيوة 1000 مطعم قالوا لأ، مش عايزين وصفتك دي يا حاج. بس هو ما كانش بييأس، كان بيخلص ولاية يخش على اللي بعدها، لغاية ما أخيراً بدأ يلاقي ناس بتوافق. وأي مطعم كان بيوافق على خلطته كان بيعمل معاه اتفاق بسيط، مقابل كل فرخة بتتباع بالخلطة بتاعته الكولونيل ياخد كام سنت، حوالي 4 أو 5 سنت. والاتفاق ده هو اللي اتعرف بعد كده باسم الفرنشايز. الكولونيل ساندرز يعتبر من رواد فكرة الفرنشايز في عالم المطاعم. وشوية بشوية عزيزي المستمع دجاج كنتاكي المقلي بقى موجود في مطاعم كتير في كل حتة في أمريكا، والناس حبته حب جنوني. بحلول سنة 1964 يعني بعد أقل من 10 سنين من بداية رحلته المجنونة دي كان في أكتر من 600 مطعم كنتاكي في أمريكا وكندا. الكولونيل ساندرز الراجل اللي كان مفلس وهو عنده 65 بقى مليونير، وبعد كده باع الشركة لمجموعة من المستثمرين، بس فضل هو الوجه الإعلاني والسفير بتاع كنتاكي في العالم كله. صورته ببدلته البيضة ودقنه وعصايته بقت أيقونة عالمية ورمز للإصرار، وإن مفيش حاجة اسمها مستحيل، وإن العمر مجرد رقم. لكن يا عزيزي الحكاية الحلوة دي ليها وش تاني مش كل الناس تعرفه. بعد ما الكولونيل ساندرز باع الشركة بدأت خلافات ومشاكل الملاك الجداد عشان يوفروا في التكاليف ويزودوا الأرباح. بدأوا يغيروا حاجات في طريقة التحضير والجودة. الكولونيل ساندرز اللي كان بيعتبر الخلطة دي بنته اتجنن، حسوا إنهم بوظوا له الخلطة بتاعته. مش بس كده يا عزيزي، ده بقى أشد من أشد منتقدي كنتاكي. كان بيدخل فروع كنتاكي فجأة ويدوق الفراخ، ولو ما عجبتوش كان بيزعق ويقول للناس الأكل ده زبالة. رفع عليهم قضايا في المحاكم واتهمهم إنهم بيستخدموا اسمه وصورته عشان يبيعوا منتج رديء. الصراع ده بيورينا إن الراجل ما كانش همه الفلوس وبس، ده كان همه سمعته وجودة المنتج اللي اخترعه. القصة الدرامية دي ألهمت كتير من الأعمال الفنية، يمكن أشهرها حديثاً هو الفيلم القصير الكوميدي A Recipe for Seduction اللي اتعمل سنة 2020، واللي قدمه فيه الكولونيل ساندرز كبطل رومانسي بيخطف قلب وريثة غنية من خطيبها الشرير. طبعاً ده هزار، ده بيورينا إزاي شخصية الكولونيل بقت أيقونة ثقافية ممكن تتشكل وتتلون في الدراما. ده غير عدد لا نهائي من الكتب والبرامج الوثائقية اللي حاولت تكشف سر الخلطة. وهو ده اللغز الأكبر يا عزيزي، هل الخلطة اللي بناكلها دلوقتي هي نفس خلطة الكولونيل الأصلية؟ الشركة طبعاً بتقول لكن كتير من النقاد وعشاق كنتاكي القدام بيقولوا لأ، الوصفة اتغيرت عشان تناسب الإنتاج الضخم وتقليل التكاليف. هل هي مجرد 11 بهار فعلاً، ولا دي أكبر خدعة تسويقية في التاريخ عشان تخلي الموضوع حواليه هالة من الغموض والسرية؟ الحقيقة الكاملة لسه في الخزنة المتحصنة في كنتاكي. وفي الآخر يا عزيزي
بعد ما شفنا حكاية الكولونيل ساندرز وخلطته السحرية دي، الواحد لازم يقف ويفكر، هو إيه سر النجاح الحقيقي؟ هل هو مجرد وصفة أكل حلوة ولا في حاجة أعمق من كده بكتير؟ قصة كنتاكي مش مجرد قصة عن الفراخ المقلية، دي قصة عن العزيمة والإصرار اللي ما بتتكسرش، قصة عن راجل الدنيا جت عليه من كل ناحية وفشل في كل حاجة عملها تقريبا، ولما وصل لسن المفروض يرتاح فيه قرر إنه يبدأ من جديد، وما خافش من الرفض ولا سخرية الناس، آمن بنفسه وبخلطته وفضل يحارب لغاية ما وصل لحلمه. المهم إننا نتعلم من الكولونيل ساندرز إن عمر ما فات الأوان عشان تبدأ من جديد، وإن الفشل مش نهاية الطريق، ده مجرد مطب في السكة، وإن لو عندك فكرة أو حلم مؤمن بيه بجد اوعى تسيبه وافضل وراه لآخر نفس. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة اللي طعمها حلو وبتفتح النفس على الحياة، عن الكولونيل ساندرز وإمبراطورية كنتاكي. يا رب تكون القصة دي شجعتك وألهمتك إنك ما تيأسش أبداً من أحلامك، ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات التاريخ اللي بتورينا إن اللي معاه ربنا ومعاه عزيمة يمشي على المية. بنقولك خلي دايماً عندك خلطتك السرية للنجاح، واوعى تبطل تحاول. يومك كله قرمشة ونجاح، ويا رب كل لياليك أنس وفرح وسعادة.